في نهاية المطاف أنت حين تعود إلى الله ماذا يريد الله منك؟ والله إن كنت تظن أنه يريد منك أن تكون هكذا بهذا القلب بسواده وانغلاقه وفساده ونتنه أيها الإخوة، ولكن مع كذا 10,000 صلاة وكذا صيام شهر رمضان أو كذا شهر رمضان قد صيم وكذا حجة وكذا عمرة، والله ما فهمت الدين. حتقول من وين الكلام هذا؟ كلام صوفية. مش كلام صوفية، هذا كلام رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بصلاة وصيام. ما قالش هيك. إيش العبرة؟ قلب سليم. لابد من الصلاة طبعا، من الصيام ومن الزكاة والحج والمجاهدة والذكر والعبادة والتلاوة، لابد. بس كل هذا مش مراد لذاته، ليس مرادا لذاته، بل هو مراد لماذا؟ لجعل القلب سليما. حذاري أن تظن يا حبيبي يا أخي يا أختي أنك تأتي الله يوم القيامة وهو يطالبك أو ينتظر منك مالا أو إرثا أو لباسا أو لحية أو شكلا أو بلاغة لسان أو فصاحة أو كتبا في العلم ألفتها في العلم الشرعي. حذاري أن تفهم هذا. إياك توثن أنت توحيدك، أنت تصنم وتوثن توحيدك. كل ما يطلبه منك أنت يطلبك أنت، ولا مش صحيح؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء. إيش خولك الله؟ خولك مالا، سلطانا، عزا، جمالا، عزوة وعشيرة وأنصارا وأتباعا. كل هذا ترك في الدنيا. حتى خولك علما وذكاء ولسانا وفصاحة وبلاغة وشطرة وشطارة وحذاقة. كل هذا بقي في الدنيا. هناك تعود إليه فقط بهذا. تقول له هذا الأمان يا الله، هذا القلب. أنا تعاطيت مع دينك لكي أصفي هذه الجوهرة الإلهية. القلب مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح إيه؟ الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. تفسد العبادة، يفسد كل شيء، الركوع والسجود كله فاسد، العبادة فاسدة. إذا صلح هذا صلح كل شيء. هذا موضع أو موطن نظر الله تبارك وتعالى منا أيها الإخوة. القلب هذا. سليمان عليه السلام، هل تأملتم في قصة سليمان وبلقيس؟ ماذا فعلت بلقيس حين سمعت بهذا النبي الملك المسلط الممكن؟ بعثت له هدايا طائلة. هل نظر فيها سليمان؟ لم ينظر فيها أصلا، لم يقل افتحوها ولنزنها ولنقومها، شوف القيمة ايش هي. بعدين لك أبدا، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتى بل أنتم بهديتكم تفرحون. الله يقول لك أنت فرحان، فرحان بلحيتك، فرحان بلسانك الطويل، فرحان بكتبك اللي ألفتها، فرحان بخطبك، فرحان بشكلك. كل هذا لا يساوي عندي شيئا، أنا أريدك أنت يا بلقيس. فجاءته بلقيس بنفسها. هذا المراد، مش هدايا بلقيس، بلقيس المرادة. وهذا المراد مش علمك ولسانك وشكلك وبيانك، المراد أنت. وإيش أنت في نهاية المطاف؟ قلبك، روحك، هذا هو. أليس كذلك؟ هو هذا. يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام أجمل عباد الله وأجمل أهل العصر، يأتيه صديق قديم له فيدخل عليه يلاطفه النبي الممكن فيقول له يا صديقي القديم ماذا أحضرت لي اليوم؟ ويخجل الرجل، يغرق في خجله ويبكي منكسا رأسه، يقول والله يا نبي الله، يا من تغار الشمس من جماله، لقد أعياني هذا الأمر، أعياني تطلب ما يرضيني أن أقدمه هدية بين يديك الكريمتين. وفكرت طويلا، وكلما خطر لي شيء وجدت أنه لا يزيد على أن يكون قطرة في بحرك أو ذرة في منجمك. كل شيء ذرة في منجمك، كل شيء قطرة من بحرك يا أجمل عباد الله. ثم إن الله تبارك وتعالى هداني فلم أرى أنسب ولا أكثر ملائمة من أن أختار مرآة مجلوة صقيلة أهديها إليك تتأمل فيها حسنك يا من يغار القمر والنجوم والشموس من حسنه وجماله. فرضي يا يوسف. درس لنا. تريد أن تعطي الله شيئا أنت؟ أن تهدي الله شيئا؟
أن تعود إلى الله بشيء؟ مرآة، مرآة تعكس جمال الله، محبة الله، رحمة الله، عظمة الله. ما هي هذه المرآة؟ القلب. هذا القلب، هذا القلب المحب العارف بالله تبارك وتعالى، القلب المحب العارف بالله.